السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طالعين النهارده بإذن الله بفيديو جديد. بس كالعادة قبل ما بنبدأ بنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبة حاجات هي أتمامهم ما تذكرش، بس بتعد معانا. يعني لما حسبناهم هتعد معانا، انما لو انا جبتهم بخمسة وبعشرة هستهتر بيهم. وفي نفس الوقت حاجات ضرورية وبتنفع العروسة وبتنفع المطبخ. هنشوف الحاجات اللي معانا ايه هي. اول حاجه هنسمي الله. معايا يا حبايبي اللي هم الثلاث كوبايات دول اهم. دول انا جايبهم لها. اذا كانت مثلا هتستعملهم في الحمام، تحط فيهم مكان الحلاقه، او هتحط فيهم اي حاجه للميك اب بتاعها على حسب ما هي هتستعملهم. اهم انا جايبه لها دول ثلاثه كده مع بعض. دول يا حبايبي كانوا الثلاثه من دول ب10 جنيه. تمنهم ما يذكرش، بس ليهم ان هي مصلحه ان هي تستعملهم في كذا حاجه. اهم دول معانا. بعد كده معايا الاقماع اللي على شكل الوردة دول اهم. دول شكلهم دول ثلاثة ببعض اهم. ده كده الشكل بتاعهم يا حبايبي. دول كنت جايبة الثلاثة من دول ب10 جنيه. بعد كده معايا ديت. اللهم صل على النبي. ديت بتتحط كده على خامة المطبخ. لما بكون معاها مثلا المعلقة او الشوكة او الحاجة اللي هي بتقلب بيها، بتسندها عليها من هنا كده اهو. بتحطها كده وبتسندها اهو. دوت شكلها. ده برضو كنت جايباها اهي. دي حبايبي كنت جايباها ب10 جنيه برضو من السوق. بعد كده معايا عصارة الليمون ديت، او عصارة البرتقال. ديت اهي شكلها معانا. دي كنت جايباها ب7.5. زي ما انا بقول لكم حاجات تمنها ما بيذكرش، بس بتعد معانا مبالغ. بعد كده لو انا قعدت حسبتهم هلاقيهم معدين معايا مبلغ كبير اهم. بعد كده يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي. معايا البلانشة ديت. دي تقريبا كنت جايباها ب15 جنيه، ب20 حاجة زي كده. ما كانش تزيد عن المبلغ دوت. اهي دي كده معانا شكلها. ومعايا اتنين تاني هنشوفهم مع بعض. بعد كده معايا ديت على شكل فراولايه اهم. انا جايبه لها هما اتنين، دي وديت. هنشوف معانا ايه تاني. بعد كده يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي. معايا اللمامه ديت اهي. دي شكلها معانا. دي برضو كنت جايباها تقريبا ب7.5. معايا اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو الكوز دوت بتاع غسيل الرز او العدس اهو. ده برضو كنت تقريبا جايباه ب10 جنيه، ما كانش برضو بمبلغ. هنشوف ايه تاني معانا. بعد كده بقى معايا اللهم صل على النبي. معايا المصفى دي كان معاها تقريبا طبقين تاني، كانوا التلاتة ب10 جنيه. كنت جايبة التلاتة من دول ب10 جنيه مع بعض. هنشوف ايه تاني. بعد كده يا حبايبي معايا ديت. اهي اللي هي اللهم صل على النبي للحاجات الداخلية. تحطها في الحمام. تحط عليها الحاجات الداخلية اهي. هنفتحها مع بعض وهنشوفها. اهي يا حبايبي دوت شكلها. ده شكلها اهو معانا اهي. زي ما انا قلت لكم، انا دي كنت الحاجات دي انا بجيبها من زمان وبركن. بعمل كرتونه وكل ما بجيب حاجه برمي فيها. دي تقريبا كانت ب18 جنيه حاجه زي كده. معايا بقى يا حبايبي اللي هو بتاع الرز دوت، اللي هو الاكبر من الاولاني، اللي هو اكبر من دوت. اللهم صل على النبي. دوت كنت جايباه ب15 جنيه. هو دوت ياخد حوالي كيلو ونص رز، كيلو يعني ياخد ايه كميه اكتر غير الاولاني. هنشوف ايه معانا تاني. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو يا حبايبي. بعد كده بقى معايا اللي هم الثلاث اطباق دول اهم. دول كده ثلاثه اهم. الثلاثه دول كانوا ايه ب10 جنيه. دول كنت جايبهم لها ب10 جنيه. بعد كده بقى ديت بتاعه المفاتيح. اللي هي بتتعلق على باب الشقه، بنحط فيها المفاتيح اهي. ديت شكلها شيء الدبدوب دوت. دي يا حبايبي كنت جايباها. دي تقريبا ب15 جنيه اهي. دي شكلها اهو معانا. زي ما قلت لكم انا اي حاجه كنت بلاقيها بجيبها.
بعد كده بقى يا حبايبي معايا اللي هو اللهم صل على النبي، بتاعه الغطيان اللي هي السيليكون ديت اهما. دي اهي دي شكلها. اذا كان في مثلا طبق، اذا كان في حاجه عاوزه تغطيها، انا جايبه لها اللي هي السيليكون دول. هنفتحهم ونشوف شكلهم مع بعض. اهم يا حبايبي دول شكلهم اهو. ده الشكل بتاعهم اهو دوت. ومعايا الحجم الكبير وده، وبعد كده حجمين اصغر اهو. الاتنين ده وده دول اللهم صل على النبي كنت جايباه ب21 او ب22 جنيه. بعد كده يا حبايبي معايا بقى اللهم صل على النبي طقم التلاجة. انا قبل كده اوريكم اطقم تلاجة برضه انا كنت جايباها، وجايبه لها الطقم دوت اهوت. هنفتحه مع بعض وهنشوف شكله. اهو يا حبايبي طقم التلاجة اللي معانا. دول 3. اول حجم فيهم اللي هي الكبيرة ديت اهي. دي اكبر واحدة. زي ما انا قلت لكم اهم حاجة في حاجة التلاجة ان هي تكون صحية اهو. دي اهم حاجة. ادي دي الكبيرة، وبعد كده المقاس دوت، وبعد كده المقاس ده. ادي التلات مقاسات بتوعهم. هنشوف ايه تاني بعد كده يا حبايبي. معايا اللهم صل على النبي معايا المبشرة ديت اهي. دي كده الشكل بتاعها اهو. دوت شكلها. بيتبشر، يتبشر فيها اللهم صل على النبي الحاجة اللي هنبشرها، وبتبقى جوه الايه العلبة بتاعتها. دي الشكل بتاعها. الصراحة المبشرة دي حلوة وعملية، يعني انا عندي مجرباها في البيت. هنشوف ايه تاني. اللهم صل على النبي. بعد كده يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي. معايا ديت. نفس فكرة الأولانية برضو، بس ديت أنا جايبها لها للمطبخ. هتحط عليها اللي هي تنشف عليها الفوط بتاعة المطبخ اهي. دي اهي شكلها. هنشوفها كده في الورقة بتاعتها اهي يا حبايبي. دوت الشكل بتاعها اهي. هنفتحها ونشوفها اهي. هي بتبقى كده اهي يا حبيبي. ده الشكل بتاعها اهو. بتتفتح وبتبقى دوت الشكل بتاعها اهوت اهي. بيتعلق بقى عليها اللهم صل على النبي، بيتعلق عليها الفوط بتاعة المطبخ اهي. وبعد مثلا ما خلاص الفوط بتاعتها نشفت والحاجة بتاعتها، بتنزلها كده من تحت اهو وتلمها. وهي ليها الحاجات اللي هي المسامير بتاعتها اهو. ودوت ايه الشكل بتاعها. بعد كده بقى يا حبايبي معايا اللهم صل على النبي اللي هو طقم السكاكين دوت اهو. دوت اهو ده شكله. اللهم صل على النبي. المبشرة والسكاكين ومقص والمخرطة. الطقم ده كنت جايباه ب45 جنيه اهو. دوت شكله اهو معانا. هنشوف ايه تاني. معايا بقى يا حبايبي اللي هم اللهم صل على النبي الشماعات دول. دول شماعات صغيرين انا كنت جايباهم اهم. دول شكلهم. جبت لها دول، وجبت لها اللي هم الكبار دول. وفي شماعات تاني، يعني في انا جايبه شماعات تاني في كراتين تانية اهو. دول كده تقريبا 6 شماعات مع بعض. دول الشكل بتاعهم. بعد كده يا حبايبي معايا اللي هو الطبق دوت اهو. ده شكله اهو معانا اهو. الشكل بتاعه دوت منامين وبالغطا بتاعه. ودوت الشكل بتاعه اللهم صل على النبي. دوت انا كنت جايباه ب17 ونص. بس التمن اللي انا بقول عليه دوت من حوالي 3 4 سنين، يعني من فترة. مش اتمنى دلوقتي خالص كل الحاجات ديت. ده كان بخمسة. كان اللهم صل على النبي ب17 ونص. كنت جايبة 2 مع بعض، جبت لها واحد وجبت ليا واحد ب35 جنيه الاتنين اهو. دوت شكله. ودي يا حبايبي الحاجات اللي كانت معانا النهارده في حاجة بنتي. اتمنى يا رب ان الحاجة بتاعتنا تعجبكم، وان عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا لنا الجرس، وعايزين منكم لايكات كتير عشان بإذن الله يوصل لكم مننا كل جديد. نتمنى يا رب ان الحاجة بتاعتنا تعجبكم.